إلى الآن ما زال الدفاع المدني يواصل عمليات البحث عن القعقاع بن عنتر بعد سقوطه في فوهة بركانية. أهلا وسهلا بحضراتكم. قبل أي تفاصيل لايك للفيديو، اشتركوا وفعل الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. تواصل فرق الغوص والإنقاذ المائي التابعة لمصلحة الدفاع المدني جهدها للعثور على الشاب القعقاع عنتر العبسي المعروف بلقب القعقاع عنتر بعد سقوطه في فوهة بركانية بمحافظة الضالع أثناء ممارسته أنشطة رياضية وتسلق في المنطقة. وقالت مصلحة الدفاع المدني أن فرقها باشرت عمليات البحث فور تلقي بلاغ بالحادث، وما زال البحث جاري في موقع السقوط والمناطق المحيطة به في محاولة للوصول إلى الشاب وانتشاله. وأضافت أن رئاسة المصلحة دفعت بفريق متخصص في الغوص والإنقاذ المائي لدعم الفريق العامل ميدانيا. ربنا يا رب يسترها إن شاء الله ويطلع على خير، دعواتكم ليه. وأكدت المصلحة استمرار عملية البحث والإنقاذ بالتنسيق بين الفرق الميدانية المختصة والجهود. إن شاء الله هنكمل لحضراتكم التفاصيل اللي حصل لي مع الفرق الميدانية بالظبط. تابعوني وانتظروني في فيديو آخر إن شاء الله.